السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفة ان الفيديو ده متأخر شويتين. كنت بس مستنية كده، يعني ما بنزلش السوق حد يجيب لي بس كرومب كده، حد يعني كده زارع، فكنت مستنياه يقلع عشان اجيب منه. حبيبة قلبي بقى بعتت لي كده كرومبتين ما شاء الله جمال جدا. يعني جولي مثلا النهارده، بعدها بيومين بدأت اسلقهم لانهم كانوا لسه متقلعين من الارض. بدأت كده اشيل الورق الاخضر، وبدأت كده اقور الكرنباية زي ما انتوا شايفين، واتخلص من كل القلب بتاعها ده عشان ابدأ اسلقها. هنا بقى كانوا الكرنبتين ما شاء الله، الورق هنا بصراحة كان عامل زي الزبدة وجميل قوي، مفيش فيه اي جذوع. جمال بقى الكرنب بتاع الشتا ده، كرنب بلدي يا جماعة. خزنوه بقى اليومين دول، جميل وموجود اصلا طول شهر رمضان. بعد كده هيبدأ بقى يطلع التاني. جبت كده الطشت بتاعنا، حطيت فيه حبة ملح حبة كمون، واول ما المية تغلي هنبدأ بقى ننزل كده بالكرنبة بتاعتنا. انا بحب اسلق الكرنب بحاله. الستيكر اللي في القلب الطشت ده حاولت اشيله، ما اتشالش، اما المية غلت بقى اتشال. هنا خلاص يعني سبتها بس دقيقتين على الوش ده، وبعد كده بدأت اقلبها، وهبدأ بقى اسلك ورقة بورقة كده بالماسك زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده هي دقيقتين هنا ودقيقتين هنا، عشان هو هيتحط في الفريزر. مش عايزه ان انا اسويه برضو قوي، عشان الفريزر كده كده بيستوي فيه برضو. هبدأ بقى كده اشيل زي ما انتوا شايفين جنب طبق لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. دي بقى الكرومبة الكبيرة، حتى سلكت منها شوية ورق كده، كانت كبيرة ومش جاية في قلب الطشت. هنا بقى خلصت كل الكمية، مجهزة معايا هنا مية ساقعة. هبدأ بقى اغسل الكرنب بتاعي فيها وابرده، واسيبه يتصفى زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى اسيبه يصفى خالص على الطبق بتاعي، وبعد كده ابدأ بقى اجيب القطاعة بتاعتي واقطعه. شايفين بقى هنا جمال الكرنب ما شاء الله، كانت الورقة كده ناعمة وجميلة، والكرنب هنا كان مسكر وحلو قوي. تسلم ما جايبك يا قلبي. هنا بقى هنبدأ نقطع الكرنب، هنشيل بقى الجزء اللي هو الجذوع ده. شوفوا الجزء هنا بسيط خالص، لان الكرنب بأمانة كان جميل قوي. وهبدأ بقى اقطع كده. انا بحب هنا الورق يبقى صغير، تقطع بقى اللي تريحك اعمليها. لو لسه بقى ما حطيتش اللايك مستنيه ايه؟ يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يعمل لي كده اشتراك في القناه، اسفل الموبايل رن. يلا بقى كده نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا بقى خلاص هبدأ بقى اقطع كل الكميه كده زي ما انتوا شايفين، والطريقه دي سهله جدا على القطاعه وبيطلع كله متساوي. الكمية بقى لو كبيرة، يعني انا هنا مش هكمل، هاخد بقى القطاعة بتاعتي دي على الكرسي وهقعد بقى على الارض اكملها. مكنتش قادرة اقف اكمل بصراحة. هما مش حاجة، بس انا كنت يعني رجليا وجعاني شوية واخد علاج وكده، فعشان كده ما قدرتش ان انا اكملها وانا واقفة. هنا بقى الجدوع اهي زي ما انتوا شايفين. دي بقى كلها اللي طلعت من الكرنبتين، هما باينين هنا كتير بس هما شوية صغيرين. بقطعها بقى زي ما انتوا شايفين مكعبات صغيرة كده، عشان بقى ابدا اكيسها وبحطها في الارضيه لما اجي احشي تبقى عندي بقى جاهزه. هنا ما شاء الله اللهم بارك، خلصنا بقى الكميه كلها كده زي ما انتوا شايفين. التقطيعه كلها متساويه ما شاء الله. الورق الاخضر ده عشان ببقى احطه على وش الحله كده من فوق لما يجي الكرنب يستوي بتاعي او المحشي. وهبدا اجيب الاكياس بتاعتي بقى كده واحط فيها الكميه اللي انا عايزاها، واحط فيها الورقه بتاعت الحله كده يبقى جاهز معانا. هنا بقى عملوا لي 4 اكياس، والكيس يعني يعمل لي حشوه حلوه كده. كيس الجدوع اهو يبقى جاهز معانا. نخش بقى كده على التسبيكه بقى بتاعتنا. هنا بصراحه فيديو الطماطم ده من الطماطم لما كانت الكيلو وربع، انا خزنت الطماطم كلها كيلو ونص والكيلو وربع. ام 5 دي ما شفتش منها حاجه. الطماطم هتغلى، وفعلا كانت غلت. بعد ما كانت الكيلو ونص بقت الكيلو وربع، رحت جايبه بقى دول كانوا تقريبا 4 كيلو، ورحت بقى ضرباهم زي ما انتوا شايفين، قطعتها ونضفتها وضربتهم. جبت حله كده حطيت فيها الزيت، ومقطعه عامله البصل في الكبه قطع كبيره. واول بقى ما الزيت سخن شويه نزلت بالبصل، البصل بدأ يدبل مش بحمره. نزلت عليه بقرن فلفل اخضر وقرن شطه حامي اختياري وفصين توم، وشوحتهم. اول ما شميت ريحه التوم مع الفلفل ورحت نازله بالطماطم. وكده بقى بقت التسبيكه بتاعتي جاهزه معايا. سيبها بقى تغلي على النار وتستبك براحتها خالص، وبعد كده نشوفها. لو لسه بقى ما حطيتيش اللايك انزلي يلا حطي اللايك. هنا بقى خلاص التسبيكه بتاعتي ما شاء الله كانت خلصت. عرفت ازاي؟ نطرت بقى الايدام بتاعها اللي هو الزيت ده،
كده بقى خلاص بقت استوت بقى، هسيبها تبرد تماما وبعد كده هبدأ اعبيها في الاكياس، وكده تبقى تقلية المحشي بتاعتي جاهزة. انا وعدتكم ان انا هعمل محشي في البيت، واهو سبكت تقلية وسلقت الكرنب، وده عشان خاطركم، بس انا ما بحشيش في شقتي خالص. هنا بقى التسبيكة انا منشفاها، بحبها ناشفة كده عشان تبقى مع الرز والخضرة كده التقلية تبقى تقيلة. هنا بقى عبيتها، عملوه 3 اكياس كده حلوين، الكيس برضو يعمل لي حشوة حلوة. وهبدأ بقى هنا بقى احطها في الفريزر، وكده بقى اقوم سحبه كيس التقلية وكيس الكرنب وشارية ربطتين الخضرة، وقاعدة بقى حشي حلة المحشي بمزاج بقى. وبكده بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون افدتكم وعجبكم. دعمونا بقى كده بشير جميل ولايك جميل وكومنت جميل ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم بالمثل. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله يا رب شهر مبارك عليكم جميعا. بشوفكم بقى في فيديو جديد على خير يا رب.